السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم هذه الوصفة تاع البيتزا بعجينة سائلة بطريقة سهلة، ان شاء الله غير تعجبكم. برك ما نطولش عليكم، نصنعوا صلصة الطماطم. عندي 2 حبات تاع طماطم، نص حبة تاع بصل، 3 فصوص تاع ثوم، ملعقة كبيرة تاع طماطم مصبرة، حوالي 2 ملاعق كبار تاع زيت الزيتون، نجموا ديروا غير الزيت، ونضربوهم بالبراميكسر، نطحنوهم كلشي مع بعض. نديرهم في كاسرونة ونديروهم على النار. التوابل عندي الملح، فلفل اسود، فلفل احمر، وليزالب دو بروفونس اللي هي اعشاب عطريه. تقدروا يعني ديروا غير الزعتر يكفي. خلطناهم حتى انسجموا، غطيت عليهم، خليتهم حوالي 5 دقائق على نار قليله. بعد نقلعوا الغطاء ونخلوها يعني تنشف من السوائل. في ريسيبيون عندي نص كيلو تاع فرينه اللي هي 500 غرام، ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، ملعقه كبيره تاع سكر، 3 ملاعق كبار تاع زيت الزيتون، و500 مليلتر تاع ماء مع حبة تاع بيض. ولا درتو 250 ولا 300 غرام تاع فرينه، ديروا كذلك 250 ولا 300 مليلتر تاع ماء، يعني الميزان كيف كيف الفرينه والماء. نخلطوها غير هكذا بالضرب اليدوي حتى كل شيء ينسجم. ما ننسوش الملح. حتى تتكون يعني تطلق كاع الجلوتين تاعها. نجيبوا الصينيه اللي نديروا فيها، ندهنوها بالزيت، نرشوها بالفرينه كذلك، مع راكم عارفين يعني سائله، تخافوا تلصق معانا. وانا هذه الكميه قسمتها على 2 يعني بيتزات، ونقسموهم قسمتهم على 2، وتمشوها هكذا بسباتيول ولا ملعقه ولا على حساب الصينيه اللي تكونوا دايرين فيها. طريقه سهله ان شاء الله، ما فيها لا تعب لا والو. طماطم قد ما بردت معنا درتها في جيب حلواني باش تساعدنا في الخدمه، ودرت هكا صاير داير الحاشيه الحاشيه كما راكم تشوفوا. من بعد ندير في الوسط، من بعد ملعقه ولا بسباتي ونمشيها، نحاول نمشيها بشويه. راكم عارفين يعني البيتزا سائله، ولكن حاولوا غير بشويه. الفرن درته يسخن على اقصى درجه. هذه هي اللي تحصلت عليها. ندخلها حوالي 8 دقائق، من 8 دقائق ل 10 دقائق، غير تنشف معانا نعاودو نخرجوها ونديروا لها الجبن، نديروا الخضر اللي بغيتو ديروا، يعني لكم الاختيار. انا درت جبن موزاريلا مع الشيدر مخلط، درت شويه فلفله خضراء مع فلفله حمراء، شويه تاع الفطر شامبينيون، وعندي علبه تاع طون قسمتها على 2، كذلك درت لها حبات تاع زيتون ودخلتها طيب. البيتزا الثانيه كذلك بنفس الطريقه، يعني كما درنا من هي نديرو هنايا. في الاخير درت لها هكذا قطره تاع زيت الزيتون مع ليزرب دو بروفونس، وندخلوها طيب كذلك. هاي لا معنا الاولى وجدت معايا، تجيه شيشه خفيفه شابه بزاف. هاي نقسمها معاكم. ما شاء الله، شوفوا معايا كي جات، روعه. شايتكم في الجنه ان شاء الله اخوتي واخواتاتي. هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم. الى عجبكم بالطبع ما تنسوش خوكم بالدعم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.